في وسط صحراء قاحلة، بعيداً عن أقرب قرية عشرات الكيلومترات، يقف مسجد قديم بني منذ أكثر من 70 سنة. الناس يقولون إنه كان عامراً بالمصلين في الماضي، لكن فجأة ومنذ 20 عاماً هجره الجميع. لماذا؟ يقول أحد كبار السن في المنطقة: في ليلة شديدة الظلام سمع الناس أذاناً من داخل المسجد، لكن لم يكن هناك أحد. ثم بدأت ترى أنوار غريبة تلمع من النوافذ رغم انعدام الكهرباء، وصوت خطوات كأن أحدهم يصلي لكنه غير مرئي. ومن تجرأ ودخل لم يخرج كما دخل، خرج شاحب الوجه لا يتكلم. أصبح المسجد مهجوراً منذ ذلك الحين، ولا أحد يقترب منه لا ليلاً ولا نهاراً. لكن السؤال الذي حير الجميع: من يؤذن فيه حتى اليوم؟ ومن الذي يطفئ الأنوار في الفجر؟